في خطر بيقرب من البيوت، مش بس في القرى أو الأراضي الزراعية، لكن كمان في مدن وأحياء سكنية وحتى مناطق قريبة من القاهرة والمدن الجديدة. التعابين السامة بقت مصدر قلق حقيقي مع موجات الحر، والسؤال اللي اتفتح رسميا دلوقتي: هل الحكومة عندها خطة واضحة؟ وهل الأمصال موجودة فعلا وقت الخطر؟ نائبة في البرلمان قدمت سؤال موجه لوزارة الصحة والتنمية المحلية والزراعة عن انتشار التعابين والزواحف السامة وعن نقص مضادات السموم في بعض المستشفيات والوحدات الصحية. والأسئلة كانت خطيرة: إيه سبب نقص الأمصال؟ وهل في مخزون استراتيجي آمن لكل المحافظات؟ وهل الأمصال دي محفوظة صح في درجة حرارة من 2 ل 8، ولا ممكن تبوظ بسبب التخزين أو انقطاع الكهرباء؟ كمان السؤال شمل: هل في خطة طوارئ تحدد الأماكن الأكثر إصابة؟ هل الأطقم الطبية متدربة على إنقاذ المصاب في الساعة الذهبية؟ وفي جانب تاني: هل الترع والمصارف بتتطهر؟ وهل المخلفات اللي بتجذب الزواحف دي بتتشال؟ الخلاصة: المعركة مش ضد تعبان ظهر فجأة، المعركة ضد غياب الاستعداد قبل ما اللدغة تحصل. وربنا يستر علينا جميعا.